جريشة. كلام من الآخر وفي الصميم، في التحكيم مع كابتن جهاد جريشة. الكل يترقب، الكل على اعصابه. كرة لعبت عالية مش ممكن هناك مطالبة من لاعبي بلدية انتظار من هشام القاضي لحكمي تقنية الفيديو وائل فرحان واحمد حمزي. كرة اللي ابعدها احمد عوض من داخل منطقة الجزاء مع معاونة احمد فؤاد. هل هناك شك في احتساب ركلة جزاء؟ هل هناك لمسة يد؟ كرة اصطدمت بوجه اللاعب احمد فؤاد وارتدت الى زميله باستمرارية. هضطر افضل قاعده عشان خاطر هضطر افضل قاعده عشان موضوع الضرب. ايه اللقطة دي كانت بتاعت ضربة الجزاء؟ لا ولا اللي هي بتاعت ضربة الجزاء الأصلية؟ لا مش دي، انهي؟ يلا بينا. مش دي، لا مش دي خالص. ماشي. رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. نرجع للشأن المحلي، ناخد زي ما كنا بدأنا قبل الموجز بعض المباريات اللي أثرت فيها قرارات التحكيم على النتائج. بلدية المحلة قدمت شكوى بعد مباراة فاركو وبلدية المحلة. المباراة انتهت بركلة جزاء 1-0 لفاركو. ركلة الجزاء ديت لم أولا كان فيه شد واضح من المهاجم للمدافع. الشد ده اثر، لما الشد يا جماعه اللي دايما بيتم احتسابه خطا هو الشد المؤثر. الشد ده اثر على المدافع وهو بيتحرك عشان يوصل للكره، ومش الشد ده حركه ايده اللي خرجت بره جسمه كانت بسبب الشد، مش عشان حاجه تانية. المهاجم مش شايف المدافع مش شايف الكوره، الشده دي من ورا هي اللي خلت ايده تخرج بره جسمه، الكوره اصطدمت في الايد فالحكم احتسب ركله جزاء. طبعا كان واجب على الحكم الفي ار يستدعي الحكم ويقول له تعالى انا عندي خطأ قبل ركله الجزاء، الشد واضح المؤثر على المدافع وبالتالي ركله الجزاء غير صحيحه. للاسف الفار ما اتدخلش. عمرو جمال هو لاعب فاركو اللي شد المدافع. تم احتساب ركله الجزاء. ركله الجزاء ديت هي هدف المباراه، 3 بونت لفاركو. خطأ تحكيمي مؤثر. فاركو والبلديه بينافسوا هبوط، المباراه ب6 بونت. بتتكلم في فرق كبيره، بتتكلم في غليان بيحصل في الانديه، بالذات الانديه الشعبيه او الانديه اللي بتنافس هبوط، زي الانديه اللي بتصارع او بتنافس عشان تاخد البطوله. شكوى كبيره من بلديه المحله على المباراه دي، وبصراحه من الاخر يعني عندهم حق. خطأ كبير وخطأ مؤثر في نتيجة المباراة. ده ماتش من ضمن الأسبوع اللي فات. الماتش التاني برضو فيه أخطاء تحكيمية مؤثرة، ماتش بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. بيراميدز اشتكى بعد الماتش، سيراميكا كليوباترا اشتكت بعد الماتش، يعني الفرقتين اشتكوا للاتحاد المصري ولجنة الحكام. والماتش خرج بصورة تحكيمية مش جيدة، كل الناس مش راضية على التحكيم في المباراة. اول حاجه الغاء هدف صحيح لسيراميكا، ده اخر حاجه في المباراه، كان النتيجه 2-1 وده كان هدف التعادل. الهدف تم احتسابه والحكم احتسب خطا. ندور في الصوره على خطا موجود قبل الهدف، مفيش خطا. طب الصفاره بتاع الحكم طلعت بعد الهدف ما تم احتسابه، يعني ممكن حكم الفار يتدخل ويقول له لا الهدف سليم، مفيش عندي صوره بتقول ان في خطا. كان ده واجب على الحكم الفار يعمله، ما عملش ده. وبالتالي تم الغاء هدف سيراميكا، هدف صحيح تم تسجيله. الغاء الهدف، الغاء الهدف ارجع اقول تاني، قاعده عامه الاتحاد الدولي بيقولها، الغاء الهدف ده قرار كبير. الغاء الهدف، لما تيجي تلغي هدف لازم يبقى في عندك حاجه كبيره حاصله قبل الهدف عشان تلغي عليه الهدف. الهدف الغائه مش سهل، ده قرار كبير. زي ركله الجزاء كده، لما تحتسب ركله الجزاء ده قرار كبير. وبالتالي الغاء الهدف كان الغاء غير صحيح، وسيراميكا اتظلمت في اللقطه دي. بيراميدز اشتكى، بيراميدز له حق برضه في المباراه، بنتكلم برضه بما يرضي الله. بيراميدز كان له ركله جزاء صحيحه لم تحتسب، اللعيب المهاجم بيراميدز الافريقي الرجل جت قبل الكوره بعد كده جت لما الرجل خبطت في الكوره، بس الخطا حصل الاول. كان واجب على حكم الفار يستدعي الحكم ونحتسب ركله جزاء صحيحه لبيراميدز. طب بيراميدز كان له طرد مستحق، حكم ادى انذار في الملعب، حكم الفار اتدخل المره دي قال له تعالى انا عندي احتماليه كارت احمر، ورا له لقطه كل محددات الكارت الاحمر، الفرصه المحققه موجوده في اللقطه. الحكم رجع واصر على الانذار في لقطه برضو غريبه وعجيبه. بنتكلم في اخطاء تحكيميه مؤثره في النتائج. بيراميدز اشتكى، سيراميكا اشتكت، والاثنين عندهم حق. التحكيم يا جماعه ماشي بصوره مش جيده. طب على الجانب الاخر عندي ماتشين التحكيم اجاد فيهم. على طول الكرة طولية من اقصى اليمين لاقصى الشمال، جميلة قطرية، جميلة
فرصة العرضية. ما هو اللي لابس الشمندور معلم. عشان حسب ايه هنشوفها. هل خطأ على المهاجم؟ هل خطأ على المهاجم؟ خلينا نشوف العرضية دي، ما فيهاش حاجة طبعا، دي قطرية جميلة نموذجية يا سيراميكا كليوباترا يا ولد، نموذجية. اتلعبت العرضية، هل هنا فيها فاول؟ مش عارف الحقيقة. عايز ابص برضو على احمد ياسر ريان لانه اللي واقع في الارض. مهند لاشين، سيبك من اللي جاب الجول، اللي جاب الجول سليم، اللي جاب الجول سليم. هل ازاي يبقى في جول وما يتحسبش؟ وازاي ان يبقى أخطاء. طرد وبعدين اخطاء ازاي؟ هنشوفها طبعا في الفار بالمناسبة يعني امام طبعا. احمد ياسر ريان ما عملش خطأ، الهدف هدف صحيح. تم الغائه. حكم الفار ما لقيتش عندك صورة تقول ان في خطأ واضح. هات الحكم تعالى، انت لغيت الهدف ليه؟ ما عنديش خطأ واضح قدامي يقول ان فيه خطأ تم احتسابه على سيراميكا. الغيت الهدف بتاع سيراميكا. كان لازم يتدخل حكم الفار لما ما تلاقيش صورة واضحة لإلغاء الهدف. إلغاء الهدف يعني قرار كبير. هنروح على الجانب المضيء شويه بقى. احنا اتكلمت على السلبيات اللي فاتت ويعني جبنا سيراميكا كليوباترا والبيراميدز فيها سلبيات، فاركو والبلديه فيها سلبيات. هنروح بقى على الجانب المضيء. في الاسبوع اللي فات مباراه مثلا زي مباراه البنك الاهلي والمصري، حكم المباراه ابراهيم محمد حكم صاعد واعد. خد مباراه، عمل مباراه جيده. لما نلاقي تحكيم جيد بنشيد بيه. عمل احتسب ركلتين جزاء للبنك الاهلي، ركلتين جزاء هو اللي احتسبهم في الملعب، ركلتين جزاء صحيحه 100%. حكم الفار راجع وقرار صحيح في القرارين، ركلتين جزاء صحاح للبنك الاهلي. في الدقيقه 90 ما احتسبش ركله جزاء للنادي المصري، مسك واضح. حكم الفار تدخل. هو ده الشغل اللي بنتكلم عليه. حكم الفار تدخل، تعالى انا عندي احتماليه ركله جزاء للنادي المصري. خرج شاف اللقطه، رجع احتسب ركله جزاء للمصري، ركله جزاء صحيح. وبالتالي خرجنا من المباراه باداء مميز لطاقم التحكيم بقياده ابراهيم محمد، وركلتين جزاء هو احتسبهم، وحكم الفار تدخل في لقطه ثانيه للمصري، ركله جزاء صحيحه. هو الراجل اقتنع وشاف اللقطه ورجع احتسبها. خرجنا من المباراه بدون خطا تحكيم، لا مؤثر ولا غير مؤثر. هو ده اللي احنا محتاجينه. الموضوع سهل، التحكيم سهل، واداره التحكيم سهله، والشغل بين الحكام سهل عشان نخرج بدون اخطاء تحكيميه. ماتش اهوت مثال بسيط لاداء تحكيمي محترم. عوده حميده في مباراه انبي ومودرن فيوتشر لمحمود البنا. رجع في ماتش انبي ومودرن فيوتشر وكان معاه محمد الصباحي. هو بس انا بتكلم التعيينه الاثنين طبعا حكام كبار، محمود البنا ومحمد الصباحي. بس محمود البنا ومحمد الصباحي كان في مباراه سموحه والزمالك كان عليها لغط كبير جدا تحكيميا، وكان نجم المباراه فيها كان يومها محمد الصباحي، وكان متعامل مع محمود البنا. ومحمود البنا كان عنده مشكله في المباراه ديت، ومن يومها ما لعبش الا ما يرجع ماتش انبي ومودرن فيوتشر. طب انت ليه مصر تحط برضه محمد الصباحي معاه؟ هم نجحوا على فكره ماتش انبي ومودرن فيوتشر، عملوا مباراه تحكيميه جيده. بس من الاساس انت ليه تحطهم مع بعض تاني؟ كان عندهم ماتش فيه مشكله، واي نعم الفارت ده عمل شغله الصباحي، والبنا كانش موفق في اليوم ده، وقلنا عادي جدا، حكم كبير وممكن في اليوم ده مش يومه دي اوب بتاعه، فعادي. لكن ان انت كتعيين تيجي تحطهم مع بعض تاني ده غير مقبول. هم نجحوا بس بنتكلم على الاتموسفير العام، ما ينفعش ذهنيا حتى ارجع للذكريات الماتش اللي ما كانش كويس مع بعض فنتعب مع بعض. هم حكام كبار على فكره ونجحوا في المباراه، لكن المبدأ العام اللي عمله اللي عين المباراه مش مظبوط. لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي يا جماعه. احنا كحكام بنتعامل نفسيا مع الحكم عشان ينجح، نوفر له احسن الظروف عشان ينجح. ما تحاولش تفكره في خطأ قديم لما شاف زميله اللي على الفار، والفار شاف زميله اللي في الملعب اللي كان عندهم مشكله في ماتش قبل كده، وتلاقيهم مع بعض في ماتش تاني مع عودتهم. او هو الصباحي لعب ماتش قبل ده والماتش طبعا الصباحي ما توقفش، ورجع معاه البنا بقى في ماتش تاني مع بعض، هم عملوا ماتش كويس. لكن التعيينه نفسها خلينا نتكلم، تقول يا جماعه انت بتديروها ازاي؟ بتفكروا فيها ازاي؟ حاولوا تساعدوا حكامكم عشان نخرج بدون اخطاء تحكيميه مؤثره. انتوا لسه بتسمعوا التحكيم مع جريشة، كلام من الاخر وفي الصميم، في التحكيم مع كابتن جهاد جريشة.